المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أحد أكبر مساجد العالم ومن أكثرها قدسية للمسلمين. هو كامل المنطقة المحاطة بالسور، ويقع جنوب شرقي مدينة القدس. تبلغ مساحته نحو 144 ألف متر مربع، ويضم عدة معالم يصل عددها إلى 200 معلم. له 4 مآذن، هي مئذنة باب المغاربة، ومئذنة باب السلسلة، ومئذنة باب الغوانم، ومئذنة باب الأسباط. ويتكون من 7 مصليات، وهي الجامع القبلي، ويقع جنوب المسجد الأقصى في جهة القبلة. أول من بناه عمر بن الخطاب عند الفتح الإسلامي، وتبلغ مساحته نحو 4000 متر مربع، وله 11 بابا. والمصلى المرواني نسبة إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، ويقع أسفل الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، وقد بناه الأمويون، وتبلغ مساحته نحو 3800 متر مربع. ومصلى الأقصى القديم، ويقع تحت الجامع القبلي. ومسجد قبة الصخرة، وتعتبر قبته أحد أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، بناها الخليفة عبد الملك بن مروان عام 66 هجرية، وانتهى منها عام 72. ومسجد البراق، ويقع في الناحية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى، وسمي بذلك نسبة إلى المكان الذي ربط فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم دابته البراق في رحلة الإسراء والمعراج. ومسجد المغاربة، ويقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى جنوبي حائط البراق. وجامع النساء، ويقع داخل المسجد الأقصى، ويمثل الجزء الجنوبي الغربي منه. كما يحتوي المسجد الأقصى على 15 بابا، 5 منها مغلقة و10 مفتوحة، ومنها باب الأسباط، وأبواب حطة، والعتم، والغوانم، والناظر، والحديد، والقطانين، والمطهرة، والسلسلة، والمغاربة. تعرض الأقصى للإحراق في الجامع القبلي عام 69، حيث التهمت النيران كامل محتوياته، بما فيها منبره التاريخي الذي أحضره القائد صلاح الدين الأيوبي عندما حرر القدس. في منتصف أكتوبر الماضي، قررت منظمة اليونسكو اعتبار المسجد الأقصى أحد المقدسات الإسلامية،